السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان. والبدء بأهم العناوين. المجلس المركزي لجمعية معاقي الحرب يقيم أعماله. الشهادة بمشاركة المواطنين في حماية التربة والمياه في قنداع. فرع الاتحاد في القاشبركة يوضح إنجاز برامج تصدي موحدة. بوركينا فاسو تطرد السفير الفرنسي. سول تهدد بتعليق الاتفاق العسكري مع بيونغ يانغ، وواشنطن تخطط للرد. الرئيس الفلبيني في زيارة للصين لحل المشكلات الأمنية بين البلدين. إلى التفاصيل. غيم المجلس المركزي للجمعية الوطنية المعاقية الحرب أنشطته السنوية في اجتماع عقده يوم 3 يناير في أسمرة. وأوضح نائب الرئيس ومسؤول قسم الإدارة والمالية في الجمعية السيد فيسايتس فاميكيل في الاجتماع الذي شارك فيه مسؤولو فروع الأقاليم تنفيذ أعمال بناءة لاعتماد الأعضاء على أنفسهم وحصولهم على الرعاية الجيدة. وقدمت في الاجتماع تقارير عن المهام المنفذة لتقوية قدرات المعاقين اقتصاديا ودور الشركاء في تنفيذ البرامج وتحسين معيشة المعاقين عبر برنامج الاعتماد على الذات وبرامج التدريب في مختلف المجالات المهنية والحرفية. وذكرت التقارير تقديم قروض بأكثر من 5 مليون نقفة عام 2022 ل 234 معاقا، بزيادة 150% عن عام 2021. وبان الاجتماع المجلس المركزي للجمعية الوطنية المعاقية الحرب بأن رفع مساهمة الشركاء والتوعية لتطوير الأعضاء الجدد وتنفيذ برامج التمويل والقيام بأنشطة تمكن الجمعية من الاعتماد على الذات وتقوية فروع وأقسام الجمعية من البرامج الرئيسية لعام 2023. في إطار الجهود التنموية الحثيثة الجارية، أشيد بمشاركة المواطنين الفاعلة في حماية التربة والمياه في مديرية قنداع. وأوضح مدير المديرية السيد عمر يحيى في الاجتماع المنعقد في 31 من ديسمبر المنصرم بحضور المدراء وأعضاء المجلس ومسؤولي فروع الوزارات تسيير أنشطة نفير في 17 ضاحية في عام 2022 شارك فيه أكثر من 24 ألف مواطن. شهدت إنجاز بناء وصيانة مدرجات وحواجز مائية وقنوات تحويل السيول وقرص أكثر من 36 ألف شتلة وتنفيذ 80% من مشروع مياه شرب يمتد حتى منطقة عد نباب. وأشار إلى توفير انتشار واسع وعادل للمؤسسات الصحية وبلوغ استخدام المراحيض 90% بهدف تأمين الإصحاح البيئي، ودفع مبلغ مالي ل 926 أسرة الشهيد ب 2.6 مليون نقفة وتوزيع 312 ألف نقفة جمعت من موظفي الحكومة ل 56 أسرة شهيد محتاجة ودعم عيني ل6 أسرة الشهيد. وذكر بأن إكمال طريق محوصية فروبيا وبناء فصول دراسية في مدرسة قحتلاي الثانوية وصيانة أنابيب مياه دنقل العلي ومتكل أبيت وتحسين ملعب مدينة قنداع لكرة القدم من أهم البرامج الموضوعة للتنفيذ هذا العام. وطالب المشاركون تجهيز حاويات النفايات حسب المناطق وتصحيح التأخيرات الظاهرة في دفع فواتير الكهرباء والقيام بمراقبة جادة لعربات الدفع ذو 3 إطارات التي تدار عبر القصر وغيرها من الآراء والتوصيات. أفاد الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا في الاجتماع الذي عقده في 3 يناير إنجاز برامج التصدي موحدة في تأطير الشباب في القاشبركة. وقال مسؤول تنظيم الشاب سليمان يوسف في التقرير الذي قدمه أن دورة العلوم الاجتماعية وتنشئة الورود الحمراء والتثقيف السياسي كانت من أهم البرامج التي حظيت باهتمام كبير، مشيرا إلى أن كافة البرامج الموجهة للشباب حققت نتائج جيدة. من جهته أوضح مسؤول السياسة والتنظيم بالفرع السيد ماريكوس غرماسين
أن البرامج المنظمة لرفع وعي الشباب وتمتين تأطيرهم تتطلب مشاركة كافة الجهات الحكومية والجبهة، داعيا مسؤولي فروع شباب الناشطين في المديريات للعمل مع مسؤولي الجهات الحكومية والمجتمع. وناشد رئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة السيد صالح أحمد دين الشباب العمل بنشاط وتخطيط برامج تتماشى مع الأوضاع الراهنة والبرامج التنموية، باعتبار أن مهام الاتحاد هي توعية وتثقيف وتسليح الشباب بخلق بيئة صلبة للتأطير في النشاطات الشبابية. وقدم المشاركون آراء وتوصيات بناءة من ضمنها دراسة نتائج الدورات المهنية المنظمة، ومنح اهتمام لتقوية المراكز الشبابية وتمتين دور الجهات الحكومية والمجتمع في تنشئة الشباب وغيرها من التوصيات. أعلن مسؤول سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية منفر السيد ولو والقرقيس عن نجاح برامج التشجير في المدارس، وأوضح بأن الشتول المغروسة سنويا في المدارس تتميز بالنجاح والنمو السريع، وهذا يدل على الجهود الحسيسة التي تبذلها المدارس. وأوضح مدير مدرسة شخاوة بالسرات الابتدائية والمتوسطة الأستاذ قبر برهان هايلي أن المدرسة النموذجية في التشجير بدأت التشجير في عام 2020 وقرست حتى الآن 5200 شتلة، وقد بلغت تلك الشتول إلى مستوى جيد برعاية الطلاب والمعلمين. وقال مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ قبرز قابير تولى أن المدارس اتخذت خطوات نموذجية وفق البرنامج الموضوع لتشجير المدارس. توجد في مديرية منفرة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية 42 مدرسة. نظم في مديرية ميعين سيمينارا للشباب حول رفع وعيهم القانوني في مكافحة الجرائم. وناشد قائد الشرطة في المديرية الرغيب قرمايس قالت شباب لرفع وعيهم وفهمهم القانوني للابتعاد عن ارتكاب الجرائم والمخالفات إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. وقدم توضيحا مفصلا بخصوص رسالة ومهام الشرطة، وقال إن مكافحة الجريمة مسألة لا تترك للشرطة فقط، داعيا كافة أفراد المجتمع للابتعاد عن ارتكاب الجرائم وملاحقة المجرمين. كما قدم مسؤول مكافحة الجرائم السيد تخلية قالاتي الجرائم والمخالفات المرتكبة العام الماضي، داعيا الطلاب لإبداء التعاون مع الشرطة. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. طرد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو السفير الفرنسي وسط تصاعد المشاعر المناهضة لفرنسا مع تحرك الدول الواقعة غرب أفريقيا لتطوير علاقات أوثق مع دول أخرى بينها روسيا. وأكد المتحدث باسم الحكومة البوركينية لوكالة أسوشيتد بريس أنه طلب من السفير الفرنسي المغادرة، لكنه لم يقدم مزيد من التفاصيل. ورفضت السفارة الفرنسية التعليق. يأتي طرد السفير الفرنسي بعد أقل من أسبوعين من إعلان باربرا مينيز المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في بوركينا فاسو شخصا غير مرغوب فيه. وعانت بوركينا فاسو من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين أسفرت عن مقتل آلاف وتشريد ما يقارب من 2,000,000 شخص. أعلنت كوريا الجنوبية أنها ستدرس تعليق الاتفاق العسكري إذا تكرر انتهاك كوريا الشمالية لمجالها الجوي. كما أكدت واشنطن أنها تحضر مع سول سيناريوهات الرد على التهديدات بما يشمل استخدام بيونغ يانغ كسلاح النووي. وقال رئيس كوريا الجنوبية يوان سوانغ يول أنه سيدرس تعليق الاتفاق العسكري المبرم ما بين الكوريتين عام 2018 إذا انتهكت كوريا الشمالية مجال بلاده الجوي مرة أخرى، داعيا إلى بناء قدرة الرد ساحقة تتجاوز حدود التناسب. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الرئيس
أطلع على الإجراءات المضادة لطائرات كوريا الشمالية المسيرة التي حلقت فوق بلاده الأسبوع الماضي، حيث انتقد يوهان طريقة تعامل الجيش مع الحادثة، وألقى باللوم جزئيا على اعتماد الإدارة السابقة على اتفاق عام 2018 الذي يحظر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية. من جهة أخرى، قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الكوري الجنوبي كلفا فريقيهما تخطيط لرد منسق فعال على عدد من السيناريوهات، من بينها استخدام السلاح النووي من جانب كوريا الشمالية. أكد الرئيس الفلبيني فرناندو ماركوس أن زيارته الرسمية للصين تهدف إلى العمل على حل المشكلات الأمنية بين البلدين. وقال فرنانديز في تصريح أدلى به في قاعدة فيلامور الجوية في مدينة باسال قبل مغادرته إلى الصين أنه يتطلع خلال زيارته التي تستغرق 3 أيام إلى لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ وبحث سبل تحويل مسار العلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى من أجل إتاحة الفرصة لإرساء قواعد السلام والتنمية وتحقيق المنفعة المتبادلة للبلدين. ومن المقرر أن توقع الفلبين ما بين 10 و 14 اتفاقية ثنائية مع الصين خلال زيارة الرئيس الفلبيني إلى بكين في الفترة من 3 إلى 5 من يناير الجاري، وفقا لما أوردته وزارة الخارجية الفلبينية. الجدير بالذكر أنه بهذه الزيارة يصبح الرئيس الفلبيني أول رئيس دولة أجنبية تستضيفه الصين في عام 2023، كما تعد هذه الزيارة الأولى له للصين كرئيس، وأول زيارة رسمية له إلى دولة خارج رابطة دول جنوب شرق آسيا. وقعت شركة الغاز البلغارية الرسمية بولغارز جاز اتفاقا في صوفيا مع شركة الغاز التركية الرسمية بوتاش، ما يمنحها إمكانية الوصول إلى محطات الغاز المسال بشركة بوتاش وشبكة الإمداد بها. وجرى توقيع الاتفاق الذي يمتد ل13 عاما بحضور وزيري الطاقة في الدولتين فاتح دونميز وروسين هرستوف. وفي نهاية العام الماضي قدر هرستوف حجم ما قد يوفره الاتفاق مع بوتاش في محطة الغاز الطبيعي المسال لصالح بلغاريا بما يصل إلى 1 مليار متر مكعب سنويا. وبعدما توقفت إمدادات الغاز المباشرة من روسيا العام الماضي، وصلت بلغاريا شبكتها للغاز بالشبكة اليونانية لتوصلها بخط الغاز المار عبر البحر الأدرياتيكي لتجلب الغاز من أذربيجان. تذكير بأهم العناوين. المجلس المركزي لجمعية معاقي الحرب يقيم أعماله. إشادة بمشاركة المواطنين في حماية التربة والمياه في جندع. فرع الاتحاد في القاشبركة يوضح إنجاز برامج تصدي موحدة. بوركينا فاسو تطرد السفير الفرنسي. سول تهدد بتعليق الاتفاق العسكري مع بيونغ يانغ، وواشنطن تخطط للرد. الرئيس الفلبيني في زيارة للصين لحل المشكلات الأمنية بين البلدين. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. إلى اللقاء.